السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بتمنى دعمكم ليا عشان نستمر في القناة ان شاء الله. اللهم ارحم امي وامهات المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. الغريب بقى ان اغلب الناس المؤذية اللي عرفناها كانوا دايما بيقدموا نفسهم لينا على انهم ملايكة، على انهم ملايكة بجناحات، والشخصيات الواو اللي مفيش منها اتنين. والحقيقة تتقال هم عندهم قدرة رهيبة في التمثيل، قادرين يقنعوك بشخصيتهم المزيفة لدرجة انك لما بتكشفهم على حقيقتهم ما بتبقاش قادر تصدق انهم بالبشاعة دي في الحقيقة. ربنا يبعد عننا النوع ده من الناس ويعوض اللي عاشرهم خير ويحميهم من شر عشرتهم. فلو شخص باعك او حد عملت معاه كتير وفي النهاية ما قدركش، ما تحاولش تاخد حقك بانك تضايقه او تأذيه. صدقني صدقني مش ده الحل خالص. احسن حل انك تتجاهله خالص ولا كأنك شايفه. رجعه تاني لنقطة الصفر والبداية وكأن مفيش اي علاقة كانت بتربط ما بينكم في يوم. ده كفيل انه يخليه مش على بعضه ويستفزه. ازاي؟ ان انت مش فارق معاك خالص كده، وبنسبة كبيرة قوي هيرجع يكلمك، وساعتها بقى ده دورك انت ما تردش عليه ولا تعبره ابدا. وصدقني هتحس من بعدها جواك باكبر انتصار حقيقي ورد اعتبار لكرامتك. الناس المؤذية، الناس اللي احنا دايما اتخدعنا فيهم في حياتنا، بتمثلوا الحياة ومثلوا الشخصية المزيفة ليهم وبيظهروا على حقيقتهم. بس الحمد لله اللي هم بيظهروا على حقيقتهم. لو انت شخص باعك ما تحاولش تضايق نفسك، كمل او تأذيه، ده مش حل ليك خالص. احسن حل تتجاهله وكأنك ما انت شايفه. رجعه تاني لنقطة الصفر اللي انت ما كنتش تعرفه فيها. ده بقى بتخليه يتغاظ ويبقى ما فيش اي علاقة تربطك بينه وبينه خالص نهائي، واستفزه. وساعتها بقى يرجع لك وتأسف لك، وساعتها بقى رد اعتبارك منه. وده فعلا الانتصار الحقيقي. الانتصار ان انت ما تقعدش تعاتب وتلوم. ماشي يا بنات؟ يا رب الفيديو يعجبكم. اتمنى دعمكم ليا باللايك والاشتراك وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.